يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي من اخر فيديو نزلته. جايه لكم بقى النهارده بفيديو جديد كله طاقه ايجابيه وكله حماس كده وتنظيفات كده وتظبيطات للشقه وازاي نحافظ على بيتنا اكتر اطول فتره ممكنه في الصيف ده والفرهده دي، مش عايزين نقف كتير. فهوريكم عملت ايه عشان اقدر احافظ على التنظيفات بتاعتي. فالروتين زي ما انتم شايفين كده كله حماسي. بطلب منكم بقى لو اول مره بتشوفيني تنزلي تحت، لو عجبك الفيديو تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. ولو انتي مشتركه معايا في القناه تنزلي تحت تسيبي لي تدوسي على علامه اللايك وتسيبي لي كومنت حلو من قلبك ليا. وخلينا بقى نبدا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده. في كذا حاجه كده، بصوا لفينا الشقه كلها وعملنا الاكل بتاعنا وظبطنا الدنيا كلها بحيث ان احنا هنقف يوم. ممكن اليوم ده يبقى فيه ساعتين ثلاثه كده مهلكين شويه، بس هتحافظي على شقتك بقيه الاسبوع. عموما لما بجيب الفراخ دايما في توزيعات الشهر او تقسيمات الشهر بتاعتنا، انا بكون جايبه بانيه، جايبه شيش طاووق، بكون جايبه شاورما. عملت قبل كده مع حضراتكم كذا مره التقسيمات بتاعه الشهر على حسب استخدامك وعلى حسب ما انت بتحبي ايه او بتفضلي ايه. في ناس بتحب الفراخ، في ناس بتحب الوراك، يعني بانيه على حسب بقى ما بتشتري كل شهر. المهم ان انا كنت على طول بتبل وبشيل، بس المره دي ما كانش عندي اي حاجه متبله، فانا قلت هطلع اعمل مع حضراتكم ايه شيش طاووق. فطلعت كده الشيش من قبليها بشويه يفك، وبعد كده كنت هتبل بقى التتبيله اللي هي العاديه بتاعت الشيش طاووق والبهارات وكده. افتكرت ان انا عندي كيس بهارات اللي هو بتاع ماجي ده بتاع الشيش طاووق جاهز. فحطيته على كوبايتين زبادي وعلى عصرة ليمونة أو نص ليمونة زي ما بتحبي. وكمان حطيت صوص الباربيكيو وحبة كاتشب. وكمان حطيت زيت. بصوا دي أسهل طريقة هتتبلي بيها الشيش طاووق بتاعك، ويفضل ان هو يتساب ساعتين. انا هنا هسيبه بس لحد ما نلفلف كده على الشقة مع بعض ونشوف ايه هنروق ايه ونظبط ايه عندنا. ظبطت كده التتبيله بتاعتي، وبعد كده ايه يعني، بص انا بحب احط عليها كاتشب، اللي مش عايز ما يحطش يعني، هي دي اختياري على فكره. وكمان تحطي فص توم برضو، ده اختياري زي ما تحبي. المهم دمجت بقى التتبيله كده كلها على بعضيها. وبعد كده قلبتها كويس يعني، وبعد كده هجيب الشيش بتاعي. بصوا هو زي ما انتم شايفين الشيش بتاعي ما كانش فك، انا بحب اقطعه وهو يعني وهو مش هو فاكك بس مش قوي عشان بيتقطع معايا بسرعه. تمام. المهم هاقطّع الشيش بتاعي واحطه في التتبيلة، زوّدت بس حبّة كاري. وبعد كده بقى إيه، هندخل نشوف اللي ورانا في الشقة. المهم يعني هاسيبه كده برضه مدة ما تقلّش مثلًا عن ساعة أو نُص ساعة. قصدي أو ساعة ونُص. فأنتِ على حسب بقى، لو سِبتيه مثلًا من بالليل للصبح بتبقى التتبيلة بيبقى شارب منها وبيبقى أحسن. طبعًا يا جماعة الشيش طاووق ده أنا غاسلاه وشايلاه مغسول، يعني أنا الحاجة باجيبها من عند الفرارجي باقسّمها أنا على حسب الوجبات بتاعتي، أو على حسب ما أنا عايزة قد إيه في كل طبق مثلًا. وعلى حسب برضه عدد أفراد أسرتِك يعني كام فرد هياكل، وبعد كده بتشيلي على طول. فطبعًا أنا متبّلة وغاسلة بملح وليمون ومصفّية وشاطفة وكل حاجة، فاهمين؟ فباطلّعه على طول عندي، ممكن أدّي له شطفة وممكن لأ. زي ما حضراتكم شايفين كده تبّلت بقى الشيش طاووق بتاعي واشيل حاجة مكانها، وهابدأ إن أنا أدّي له برضه إيه، تقليبتين. بُصّوا بقى أنا الموضوع بتاع الفيديو النهارده عبارة عن إيه، عبارة عن إن أنا زي ما قُلت لكم في الفيديو اللي فات، أنا مش هاقدر إن أنا أقف أعمل روتين قوي تاني زي الأول. فأنا عايزة أعمل إيه، أنا عايزة وإحنا مع بعض نشوف أفكار سوا، بحيث إن إحنا نقدر نحافظ على التنضيفات اللي إحنا بننضّفها. يعني أنتِ لو موظفة أو مثلًا بتشتغلي أو تعبانة مثلًا أو كده، فإحنا عايزين نخلّي مثلًا يومين أو 3 أيام في الأسبوع إحنا هنخلّي إيدينا في الشقة، بحيث إن إيه، الدنيا تبقى أول بأول نضيفة. أنا مش عايزة أركّن حاجة أو حاجة تتراكم عليَّ، لإني أنا الفترة اللي فاتت لمّا تعبت يعني كانت ظروف، بس فعلًا الدنيا حسيت إن هي اتراكمت فوق دماغي. فأنا دلوقتي لو أنا شغالة أو أنا مثلًا لو هاجيب حد يساعدني مرّة في الأسبوع، هل خلال الأسبوع ده وإحنا مثلًا أسرة مكوّنة من 5 أفراد أو من 4 أفراد، هل الأسبوع ده معاكِ أطفال وكده هتقدري تحافظي؟ لأ، مش هتقدري تحافظي لو أنتِ ما عملتيش مثلًا مرّتين في الأسبوع ده روتين كده خفيف وتنضيف. بيقولوا عليها اسمها تنضيفة من فوق الوش، بس أنا ما باحبش الكلمة دي، فاهمين؟ أنا عارفة يعني إيه تنضيفة من فوق الوش، دي بتبقى في حاجات تانية كده باحس إن هو إيه، الناس المعفنين بيقول لك دي بتروّق من فوق الوش. لأ، إحنا هننضّف بس برضه مش تنضيف عميق، فاهمين؟ هي دي بقى اللي يتقال عليها تنضيفة من فوق الوش، يعني مش هتبقى الدنيا متبهدلة وإحنا هنسيبها ونعمل مش شايفينها. لأ، إحنا هننضّف بعد التنضيفة العميقة، إحنا
إحنا هنحافظ على التنضيفة اللي إحنا مثلًا أنا عملت روتين قوي، خلاص أنا عايزة أحافظ عليه مثلًا لمدة 10 أيام، عملت مثلًا جِبت حد يعمل معايا يساعدني، عملنا الشقة فأنا عايزة أحافظ عليها، هو ده اللي أنا أقصده. المهم من الناحية التانية كده على البوتاجاز شغّلت النار على مَيّة هاسلق مكرونة، وكمان حطيت التسبيكة على النار، أنا عاملة صلصة جاهزة يعني، بقى لي فترة كده باحاول إن أنا أجُر منها يعني عشان خاطر ما أقفش كتير. زي ما أنتم شايفين كده حطيت وعملت الصلصة تومية، بصلاية بصلاية قصدي وتومية وبعد كده حبة زيت، وبعد كده نزلت بالصلصة الجاهزة ومكعب من المرق، والناحية التانية مستنية المَيّة تغلي عشان خاطر إيه، نحط المكرونة. بُصّوا هو أنا هنا وريتكم على طول الأكل كله، أنا كنت مفكرة إن أنا عملت الشقة الأول، لأ أنا نزلت متهيأ لي رُحت مشوار ورجعت، فعملت الأكل الأول، قُلت أحطه في الفرن وبعد كده إيه، نشوف يعني الشقة عقبال ما الأكل يستوي. جِبت بقى الأسياخ اللي هي بتاعة الشيش طاووق دي، كنت حاطاها في مَيّة كده من قبليها بشوية عشان خاطر ما تتحرقش وفي نفس الوقت إيه، الفراخ تطلع منها بسهولة. وهابدأ إن أنا أحط مَيّة في صينية كده، وطبعًا أنا هنا مشغّلة الفرن بتاعي على الشوي، شوفي بقى أنتِ درجة الحرارة بتاعتِك اضبطيها، أنا باشغّل على الشوي هو بيدّيني درجة الحرارة إيه، اللي هي الطبيعية بتاعة الشوي. فأنا هنا بقى بدأت إن أنا إيه، أغرّز كده الأسياخ بتاعة الشيش طاووق، حاطة بقى مقطّعة بصل مكعبات، وبرضه فلفل ألوان إيه، مكعبات زي ما أنتم شايفين كده، وحاطة الكوباية اللي هي اللي جنبي دي فيها الأسياخ بتاعة الشيش طاووق. أنا هاعمل على القد، يعني هاعمل على قد ما إحنا إيه، هناكل، مش هاعمل أنا كنت مطلّعة هنا طبقين فيهم يعتبر 4 وراك، 4 أوراق ما شاء الله الأوراق اللي هي بتاعة الشيش طاووق دي بتبقى يعني كبيرة شوية، فهُم ما شاء الله يعني كتير، فأنا هاعمل بس على قد ما إحنا هناكل. بابدأ إن أنا بقى أحط إيه، بصلاية، فلفلاية، واحدة من الفراخ بتاعتي، برضه زي ما تحبوا نوع الخضار ده اختياري. هنا بقى خلّصنا الكمية كلّها زي ما قُلت لكم أنا مشغّلة على الفرن، وهابدأ إن أنا أجيب الورق الفويل بتاعي عشان خاطر أغلِّف كده في الأول الشيش طاووق بتاعي، لازم يعني يستوي الأول بعد كده نشويه، عشان خاطر الفراخ تكون مستوية، أغطّيه الأول وبعد كده نبقى نشيل من عليه الورق الفويل ونسيبه على الشواية. تمام، هنا المَيّة كانت غليت كمان معايا والتسبيكة خلاص يعني بُصّي دخلت عملت أكلة لو كلتيها في مطعم هتدفعي مبلغ وقدره. أكلة كاملة أهي وشاملة هتعملوها في 10 دقايق، ما كمّلتش على فكرة في التتبيلة، هي بس ممكن تاخد وقت هي شوية إن الفراخ تقعد في التتبيلة شوية، فأنا كنت نزلت رُحت مشوار ورجعت. حطيت بقى كيسين مكرونة، أنا باحب المكرونة اللي هي الهلالية دي، فخلاص كده اتسلقت معايا، هابدأ إن أنا أصفّيها، وبرضه على طول هاروح إيه مرجعاها على البوتاجاز تاني، إحنا كنا خلاص قرّبنا ناكل، فأنا قُلت خلاص على ما المكرونة هتكون استوت أو حطيتها على الصلصة يعني وسخنت، طبعًا باوطّي النار، هاكون أنا إيه، ضبّطت الدنيا برّه، إزاي ما أعرفش، على فكرة عملت الموضوع ده كلّه فما يكمّلش الشقة بتاعتي ما تكمّلش ساعة إلا ربع. يعني شوفي بقى شقة كده طويلة عريضة أنتِ هتعمليها في ساعة إلا ربع، هنحافظ إزاي بقى على اللي إحنا رتّبناه، إحنا عايزين نعمل مع بعض أيام يبقى فيها التنضيف العميق بتاعنا، أيام يبقى فيها يعني مثلًا إحنا ممكن نعمل تنضيف عميق مرتين في الشهر، تنضيف عميق تنضيف هنجيب الشقة من أولها لآخرها، أي رف محتاج يتعمل هنعمله، أي دولاب محتاج يتعمل هنعمله، أي درج محتاج يتروّق، أي حاجة في المطبخ عايزة تتضبّط هنضبّطها مع بعض، ده قُلنا إيه مرّة أو مرتين في الشهر، على حسب ما أنتِ هتقدري تستمري إن أنتِ تحافظي على الحاجة دي لأطول فترة. بُصّوا كُلّنا على فكرة ممكن نبهدل، أنا في التصوير ممكن ورايا يبقى كركبة قد كده بسبب إن أنا سريعة وعايزة أخلّص إيه، التصوير، عايزة أخلّص الفيديو. فإحنا هنعمل بقى التنضيف بقى اللي هو اليومي ده، إحنا عايزين نخلّيه على طول باستمرارية بنفس الشكل اللي أنتم هتشوفوه. بُصّوا أنا هنا روّقت السرير ونسيت أدخّل الطرف ده، دي الأوضة أول أوضة برّه اللي هي في الreception أنا ضبّطتها كده، دي دلوقتي إحنا بنقعد فيها معظم الوقت وبنتفرّج على التلفزيون، إحنا مانعين شوية قاعدة في الreception، يعني مختصرة كده مخلّية ولادي عشان البهدلة وعشان إن أنا برضه الreception عندي في وش الباب، والله مش عفانة ولا كده، بس أنا فعلًا باتبهدل أوي لمّا حد بابقى متضايقة قصدي لمّا حد بيخبّط عليَّ ويلاقي الدنيا مش رايقة، فالموضوع فعلًا مُتعب وبييجي لِك إحباط كده. المهم إن إحنا قاعدين هنا بناكل وبنشرب وبنبهدل وبنتفرّج على التلفزيون ومرتاحين يعني، أنتِ شوفي بترتاحي في أنهي أوضة عندِك واعملي أوضة مخصوصة للأكل والشرب والبهدلة والقعاد والتلفزيون وأكل اللِّب وأكل الشيبسي، أنتِ شوفي دي أوضة عشان تبهدليها هي دي أنتِ عارفة إن أنتِ هتمسكيها تنكتيها.
احنا هنا على فكرة بيقعدوا على الارض جنبي يرسموا يلونوا يبروا اقلام، فالدنيا بتتبهدل قوي. حاطه بقى فيها مشايات خفيفه زي ما انتم شايفين كده بس لحد العيد، وهنفرش بقى الحفاظات بتاعه العيد بتاعنا ان شاء الله. فهي الدولاب كان زي الفل كمان فيها، يعني نضيف ما فيهوش اي حاجه من العيد، انا محافظه عليه الحمد لله. عندي بس الوحده اللي هي الادراج اللي هي بتاعه التسريحه دي اللي هنروقها مع بعض. فبصوا كده زي ما انتم شايفين بقى مطلعه منها كميه تراب. طبعا هي دي شايله الهلك كله، انا مش عايزه اهلك الشقه كلها. يعني مش عايزه ابقى نايمه في الاوضه دي وسهرانه فيها على التلفزيون واصحى اقعد في الريسبشن ومش عارفه بعدها بشويه ادخل فين، لا. هي دي شايله كل الليله بتاعتنا. كنستها كنسه محترمه. بالك بقى ان لازم تبقى الكنسه محترمه، الملايه لو ما كانتش نظيفه على فكره كنت هشيلها. خليها على طول اول باول كده تبقى نظيفه. جبت ميه بحبه معطر، كنت حاطه المعطر اللي هو بتاع فريده ده، مش قادره اقول لكم على ريحته وجماله. اليوم ده كان اليوم تحس ان اليوم منعش بسبب الريحه بتاعه المعطر ده خطيره بجد. العلبه الصغيره لو عايزين اصورها لكم اصورها لكم. فالمهم حطيت كده حبه من المعطر، ادى ريحه ونظافه كده للاوضه جميله بصراحه. فزي ما انتوا شايفين كده لمعت الاوضه في ما يكملش 10 دقايق، وهسيبها بقى ان هي ايه تنشف قصدي. وهخرج على الريسبشن عندي ابدا ان انا اظبط الكنب مطرح ما هم قعدوا نططوا على كنبه بتاع. المهم ان احنا هنظبط الكنب ده نخلي شكله ايه محترم كده، والفرش بتاعه يكون ايه يعني متوضب. وبعد كده ندخل برضو على الكنبه التانية. انا عايزه اظبط الانتريه كله بحيث ان الدنيا تبقى ايه تمام. بصوا بقى، او اولا يعني خلي عندنا عاده كل يومين، انا مش هقولك كل يوم، كل يومين يا ستي. لو سيراميكك ابيض هقولك كل يوم زي، لو سيراميكك ابيض زي كده بيبهدل هوا على فكره. لو حد فيهم وقع ايه لو نقطه ميه بتخلي الدنيا مليطه خالص في قلب الارض، بيبقى شكلها مش حلو خالص. المهم انا هبدا بالميه اللي هي بتاعه الاوضه لان هي اصلا ما اتبهدلتش. الميه ما غيرتهاش اهي لسه. ما شاء الله هي الميه كميتها كبيره وكمان مليانه معطر، فبصراحه مش هرميها وهبدا ان انا المع بيها بقيه السيراميك بتاعي زي ما انتم شايفين كده. في الوقت ده بقى هاتي من تحت كل حاجه. يعني لو السجاد على فكره انا كنت لسه كان قبليها بيوم حتى علامه المكنسه كانت باينه فيه. انتي بقى لو المكنسه بتاعتك السجاده قصدي بتاعتك متبهدله او كده، فاكنسي الاول بالمكنسه شفطي كل التراب اللي على السجاده بتاعتك، بعد كده لمعي. انا عامه بعمل كده ممكن كل يومين مره، كل 3 ايام مره في حوار الكنس ده، لان عندي السجاد الشعر ده انا مش بحس ان فيه ترابه باينه، فاهمين؟ فانما بقيه الاوض بشيل بصراحه المشايات بتاعتها او السجاجيد بتاعتها وبنفضها واكنس الارض وحوار كده كبير. فده كان هنا بقى ايه نص الريسبشن التاني بلمع بقى حوالين السيراميك ده، هتحس ان انتي لسه ماسحه لسه عامله نظافه في قلب الشقه. يعني حوالين السيراميك كل اللي باين ده لما بتديله تلميعه كده، بس برضو الدنيا ما تبقاش متبهدله عندك وخلاص بقى لازم تمسحي، خلاص امسحي. انما انا بتكلم على اللي هو ايه، احنا عملنا نظافه اسبوعيه، عملنا روتين اسبوعي كده وتنظيفه قويه. هنروح عاملين ايه بقى بقيه الاسبوع ده؟ احنا دلوقتي في حر ممكن تمسحي مرتين في الاسبوع على فكره. بس يعني اللي زي حالاتي او تعبان او عنده ظروفه او ظروف شغله، زي ما بقولك على قد ما تقدري لان صحتك برضو عليها حق. انا جه عليا وقت ما كنتش قادره اقف على رجلي والله العظيم 3، ما كنتش قادره امسك تليفوني، ما كنتش قادره امسك ايد بنتي وانا ماشيه بيها في الشارع. فانتي صحتك برضه يعني ليها عليكي حق، وبيتك ليه عليكي حق. زي ما انتوا شايفين كده الريسبشن بقى الله اكبر عليه، منور وريحته جميله وزي الفل. وطبعا انتي برضو وانتي شغاله كده لو لقيتي حاجه عايزه تتلمع زي ما انا لمعت مثلا الكومودينو، لمعت مثلا ترابيزه، لمعي اي حاجه عايزه فيها تراب او كده لمعيها. مش قادره اقول لك هتحسي بانتعاشه وفرق جامد. ندخل بقى على البلكونه بتاعتي. انا كنت برضو الميه على فكره كل ده زي الفل، انا مغيرتهاش، انا هغيرها ايه الناحيه التانية الجزء التاني. البلكونه كنا مقزقزين فيها لب والحافظه دي وبتاع، وفيها غسيل ومناديل وكده، بس كان السيراميك بصراحه نضيف لان هي يعني الكلام ده ما كملش 4 ايام بعد الروتين. فبعد ما عملنا الشقه يعني جبت حد ساعدني. فبص بقى قلت اول حاجه خلينا نلم الغسيل نلملمه كله كده وادخله في اوضه البنات، ابقى اقعد ايه اطبقه. نلملم كده كل الغسيل الاول، وبعد كده برضو ايه هروح مدياها تلميعه. بص انا بقالي فتره الحمد لله انا قادره اسيطر على قصه الغسيل دي، قادره ان ما يكونش عندي غسيل كتير او ما كونش او مرقمش عندي ايه غسيل كتير. فبغسل اول باول الحمد لله، وما فيش عندي ايه الدنيا عندي ايه سلسه وماشيه كده ايه بالراحه. هو عامه غسيل الصيف احسن من غسيل الشتاء. بنغير كتير بس مش مليون حاجه، يعني هتلاقي الغيار بتاعك ايه غيار ما يكملش نص كيلو في قلب الغسالة. المهم زي ما حضراتكم شايفين كده بقى لمعت كده البلكونة المية، والله بصوا شايفينها مش غامقة والله، ده هي فاتحة ولون المعطر كمان باين فيها. فزي ما انتم شايفين كده اديت لها تلميعة على السريع، قلت خلاص بقى ايه يعني
نكمل الروتين بتاعنا. وكمان احنا بنقعد في البلكونه دلوقتي، الوقت بتاع النور لما بيقطع بنفضل قاعدين في البلكونه، باخد الولاد كده وبنروح ايه داخلين في الوقت ده نقعد جوه، بحيث ان احنا ايه نحس ان يعني بنسمة هوا شويه، مع ان مبيبقاش فيه هوا، بيبقى الهوا سخن، بس برضو احسن من جوه. هفرش بقى الحافظه دي. انا بقيت احس ان لما بفرش حاجه في البلكونه بتشيل التراب شويه، يعني انا ما بفرش بلاقي ان انا لو دخلت البلكونه او حد دخل من الولاد البلكونه وخرج بلاقي التراب خارج معاه في الريسبشن عندي، دي بتحمي شويه. نزلت بقى الستاره كده وقفلت، عشان احنا بالليل الازاز بتاعنا بيبين كل حاجه، ومقفله كمان التندة بتاعتي. وهبدا بص اوضه البنات عندي حطيت فيها الغسيل، بس هي ما يعني ما فيهاش اي حاجه، حتى الحمد لله الدولاب نضيف، انا ما فيش حاجه عندي متبهدله قوي او متبهدله جدا غير الدولاب بتاعي، انا اللي مهمله فيه قوي. فهنعمله ان شاء الله قبل العيد مع بعض. وكمان كام حاجه كده في المطبخ برضو هنعملها مع بعض، بس الشقه يعني الحمد لله قادره اسيطر شويه على الوضع. برضو غيرت بقى المية هنا واديت لها ايه تلميعة كده، الأوضة، عشان انا ما كنتش فرشة فيها اي حاجة، بحب اديها يعني تلميعة كده، اللي هو ايه اعمل لها ريفرش كده. بما اني كده كده انا مش فرشة فيها حاجة، جو حر، وبرضه انا غاسلة الحافظات بتاعتها وكنت خلاص هفرشهم، لقيت ان خلاص العيد خلاص فاضل له ايام. كل سنة بقى وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام وعلينا بالخير يا رب. فهي كانت خلاص تلميعة بس، ولا فرشة الطرقة كمان. هنمسح بقى كمان ايه المطبخ بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، قلت اما امسح ارضيه المطبخ، انا كنت مخلصاه يعني واحنا بنعمل الاكل كان خلصان. هنمسح بقى ارضيه المطبخ كده كلها، نخليها زي الفل، مطرح بقى تبصيمه رجلي اما بتكوني مش فرشه في المطبخ حاجه، في ارضيه المطبخ حاجه بتلاقي اي نقطه ميه كده برضو بتليط الدنيا كلها. فانا برضو غاسله السجاده، قلت هفرشها، صممت ان انا هفرشها خلاص على العيد، بقى حرام ان انا افرشها دلوقتي وارجع اشيلها وافرشها تاني. اوضتي طبعا كانت نضيفه زي الفل زي ما انتم شايفين كده، فقلت ايه خلاص بقى الدنيا كانت زي الفل. اديتكم بس نظره سريعه ايه عليها. انا لما بقوم بروق سريري على طول، لو في حاجه بعملها اول حاجه قبل ما اخرج من الاوضه. الشيش طاووق بتاعنا كده الفراخ كانت استوت خلاص. فالمهم يعني المفروض بتحطي بقى جزء من التتبيله كده على على الشيش طاووق تاني وتدخليه في الشوايه. بصوا بقى هنا بعد ما طلعته هنغرف الاكل، قمر طعمه تحفه وسريع جدا وهيعجبك قوي، وفراخ خفيفه قوي عليك. زي ما انتم شايفين كده الفيديو خلاص خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. انا هنا كنت بغرف لحد واحد بس من ولادي، فما رضيتش ان انا اوريكم الاكل كله، كان لسه محمد ما طلعش، فكنا هناكل سوا لما يطلع. بس برضو قلت اصور لكم كده، بصوا شكل الفراخ كان عامل ازاي، ومقرمشه وطعمها تحفه من جوه وطريه قصدي. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.